شايف ازاي وانا جوه ماتش متقدم يعني بان انا عندي زياده واحد، والمفروض كنت انزل قفشه ما نزلتش. طب حتى اللي نزلوا انت كنت حاسس الملعب فاهم بعضه؟ لا، ما هو لسه سامي بيتكلم. اه. انت لخبطت الجنان. اه. وبعدين معلش، في لعيبه حتى لو ادائها مش احسن حاجه سيبه في الملعب، لان ده في ثانيه ممكن يفرق معاك. اشرف بن شرقي اللي انت سالتني عليه يا محمد، ما ما هو يخرجش اشرف، سيبه في الملعب. يعني اكيد هيبقى عامل قلق للناس المدافعين. لو جات له اي فرصه في ظل النقص العدد ده، مضمون ان هو ممكن الكرة يجيب جول. الوحيده اللي زاد فيها الشيبي وجاب جون لما اشرف طلع. بالظبط. هو انا عايز اقول لك على حاجه، انت اه. بدات تشتغل في مساحات ضيقه، فمش اه. محتاج انه يجري. بالظبط. انت مش محتاج انه يجري، يعني انت محتاج كثافه جوه ال 18 كتير، فهو وبعدين يقدر يعمل الكلام ده، يقدر يصنع الفارق. هو احنا ليه بنقول يا محمد اه. محمد مجدي قفشه اشرف بن شرقي ليه؟ بعد حاله الطرد يعني معلش، كولر قلب بكوره ان التسعه هيبقوا موجودين، فالمساحات هتبقى ضيقه. بقى ده انت محتاج اللعيب المهاري، اللعيب الحريف، اللي فوق اللي يقدر يعمل لك قلنا مشكله، مساحات. اه. يقدر يخش ال 18 يعني مشكله، يجيب لك بنالتي، يجيب فاولات كتير بره ال 18. مش محتاج لعيب بتاع جري ومجهود. فهو قال انا بدلت بن شرقي عشان عايز فرق جناح سريع. انت عايز مين محتاج الجناح سريع هو اللي ليه؟ قال السريع؟ الكلام مين هو ده. ايوه عايز الجناح سريع ده؟ ليه؟ هو اللي قال كده. ايوه مين ايه اللي الجناح عايزه سريع السريع؟ ليه؟ مين الجناح السريع يا لا سامي؟ وعايزه سريع ليه؟ مش ما هو عارف. محمد عبد الله. عبد الله وطه. ايوه بص، وفي فرق في حاجه. مم. في لعيب ممكن يشتغل على الطرف قوي قوي، مم. خلاص، فبالتالي انت فقدت الكثافه جوه ال 18. بن شرقي على طول بيبقى جوه ال 18، على طول بيبقى جوه. تاني بيعمل حاجه، اتنين يا تاني سامي. حاجه انا محتاجه يدافع ليه؟ ما انا الفرقه الثانيه اصلا بتلعب قدام ال 18 تبع المرتدات، وفي نفس الوقت احنا بنلعب في مساحات ضيقه. والنادي ده الاهلي. بالعكس، ده انا كنت عايز انزل قفشه كمان، يبقى مع بن شرقي وقفشه. الاهلي انا غير بتكلم على الجون. على كولر يعني. الاهلي غير الجون جاله 3 فرص. كويس. هو ده. الثلاثه بن شرقي هو السبب فيه. طب طيب يعني بغض حتى الكوره بتاعت امام ماشي، الاولانيه والثانيه هو اللي دخل بغض جوه. النظر عن مين اللي عامل الفرص، مم. هو ده النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي بقيمته بلعبته مم. 3 فرص بس في المباراه؟ يبقى انت كده عندك خلل جامد جدا يا محمد في الناحيه الهجوميه، خلل فظيع. لو كمان الشناوي شال واحده من كريم حافظ صعب قوي مش البيمين طبيعيه. قوي. انت فاهم؟ لازم نديله حقه يعني. لا انا عايز اقول لك حاجه، ما هو الشناوي كمان. لا مدرب. وبعدين ماشي، الشناوي في المباراه دي، والشناوي في ماتش الهلال السوداني، السودان. هو اللي كان، مم. هو بصراحه اللي خرج من المباراه دي. وبعدين يعني من حظنا الحلو ان الكره دي جت لكريم على يمينه، اه. كريم اشول اساسا، اه فالحمد لله ما راحتش بالقوه اللي هي جامده قوي. لكن كل ده سيبك بيحصل دفاعيا، انا بتكلم عليك انت هجوميا. مالكش شك. طبيعي يا محمد، لما عندك النجوم دي كلها في الحته الهجوميه، انت لازم ده انت كل دقيقتين عند الجول. انما تقول لي 3 فرص، يبقى انت في حاجه غلط. يعني برضه يا كابتن، هل كولر شطب في النواحي الفنيه مع النادي الاهلي؟ مع ان انا شايف ان هو ما كانش عنده النواحي دي جامده، لكن أصلاً. هو واضح ان هو فقد حاجات كتير، فقد كمان زياده على الحاجات دي. بعدين بدأ يبقى للاسف بيبقى يعاند شويه في اللعيبه. بتعاند ليه؟ يعني انت بتعاند ليه؟ ما هو انت المشكله كلها تبقى فيك انت في الاخر. بتعاند ليه في اللعيبه؟ العب بس يعني خليك فير مع كل اللعيبه، بس مش اكتر من كده. لكن ما يبقاش لعيب انت محتاجه مهم قوي، لكن انت عشان معاند معاه مش عايزه. ما ينفعش. في الاخر انت اللي تبقى غلطان. طب كابتن سامي، اي مدير فني بيبقى راسم سيناريوهات للماتش، في حاله التعادل، في حاله المكسب، في حاله التقدم، انا هعمل ايه؟ طب انت كنت شايف ان النادي الاهلي مع كولر عامل الحساب للموضوع ده في الماتش بتاع بيراميدز؟ لا، وفي حاجات بتبقى خارج ارادتك، لما الاثنين الشول اللي بيلعبوا ناحيه الشمال يتعوروا، تمام. يعني الاساسي والبديل بيتعوروا، فدي برضو خارج ارادتك. تمام. بتضطر تعمل تجيب محمد هاني الباك اليمين تحطه باك شمال، وتجيب الديفندر تحطه باك يمين، لانك انت النهارده ما بقاش عندك حلول كتير، طب فدي هو ليه ما بتاثر. لعبش ب3 يا كابتن؟ 3 سنتر باك ولعب بجناحين. طب ماشي، انا هلعب ب3 مساكين، ما فيش مشكله. مين اللي هيلعب عليهم؟ فيرود. يبقى انا وقفت، يبقى انا كده ما حسيتش بالكثافه الهجوميه او العدد الزياده اللي المطرد منه واحد، لانك بالتالي يا كابتن علاء هتوقف 3 ورا عمره ما هيعمل كده معاهم. قدام الناس. ما انا بقول له مم. هتوقف معاهم واحد زي فيستن مايلي، يبقى فيستن مايلي واقف معاه 3، صح؟ طب انت فين الكثافه الهجوميه اللي قدام اللي معاك؟ يبقى انت كده ولا كانك عملت حاجه. يبقى هو بالنسبه له هتبقى العدد زي العدد، او ممكن هو زاد كمان شويه. يعني هل مثلا الاهلي استفاد بمحمد هاني وباك ليفت، او باكرم او هو باك رايت؟ ما هو انت النهارده هتحط مين؟ ما انت الاثنين الباكين اللي نزلته بديل اللي اتصاب هو اتصاب. طب مين في الملعب تحطه باك ليفت؟ فهو الراجل دي بقى الصدمه او الشوك اللي جالك يا كابتن علاء، ان موقف ما حصلكش قبل كده. طب اعمل ايه؟ فانا اتزنقت. طب حطيت الباك يمين
اكرم وحطيت محمد هاني، لا هاني عارف يهاجم هي كابتن، طب ولا معلول فين؟ ولا بص يا كابتن، معلول فين؟ ما انا ولا عايز. ولا توفيق ما انت مش حاطه احتياطي. ايوه ليه؟ ما هو ده مين طب ما انا مين حاطط الدبيس المسؤول احتياطي. يا كابتن؟ ما هو ماشي، مين المسؤول عن ايوه وبعدين استبعاد انت، معلول؟ ما انا بقول لك اهو، انت النهارده كمدير، طب والعيش؟ العيش فين؟ والعيش فين؟ طب انا طيب اقول لك حاجه، انت اه. عارف انا لو انا مكانه انا هحط العيش على الاقل هضمن مكانين طب ما هو بره، ده اللي احنا بنقوله بقى. باك ليفت ومساك. العيش، مم. العيش انت فين هو؟ بالظبط، يعني فين العيش العيش مش ده موجود. الطبيعي على فكره. تبدا تسال على العيش، ما تسالش على معلول. لا، العيش كان اساسي وكان بيلعب على طول وكان راكب، ومكانين يا سامي. واخد بساك وباك ليفت. فما انا بقول لك، هو الراجل نفسه فن اداره اللقاء. من الواضح ان الصدمه اللي جات له ما عرفش يدير، بدليل ان جاب عبد الله اللي بيلعب على طول ناحيه اليمين، بقى لعبه ايه؟ ناحيه الشمال، مع محمد هاني اللي هو اصلا ما بيلعبش ناحيه الشمال. خسرت الجنب ده كله. وجاب وخلى ونزل طبعا طاهر اللي بقاله كتير جدا ما بيلعبش، نزله ناحيه اليمين مع اكرم اللي هو اصلا ما بيهاجمش من ناحيه اليمين، وجرادي شار بقى من تحت الفيرود. طب ما تنزل قفشه مع امام ولعب واحد بس بالظبط. قدام الاثنين مساكين وطاير. يعني هو في ماتشات كده مدرب ما عندوش فن ماتشات الاداره، الكبيره، ودي مشكله. ما هي دي ماتشات الكبيره مشكله، يا سامي. دي مشكله. طب